بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة كروس بناتي من الجلد الطبيعي هاند ميد بالكامل، ودي تعتبر من الشنط اللي أنا شخصيا بحبها جدا لأنها بسيطة وشكلها شيك. هنتعلم مع بعض ازاي نركب القفل وازاي كمان ركبنا الأبزيم لإيد الشنطة. يلا نشوف مع بعض ازاي نفذناها خطوة بخطوة. بالنسبة للمقاسات، القطعة الأولى دي طولها 54 سنتي في 13 سنتي، والقطعتين دول اللي هما السوفلي او الجناب الشنطة القطعة الواحدة طولها 20 في 5، وطبعا انا عامله لها دوران من الجنبين زي ما احنا شايفين. وبالنسبة للقطعتين دول ايد الشنطة، القطعة الطويلة طولها 33 سنتي والتانية 23، والقطعتين دول اللي انا هركب فيهم الحلقات اللي هيركب فيها ايد الشنطة، كل واحدة طولها 7 سنتي في 1.5. طبعا هنوضح كل جزء دلوقتي هنركبه ازاي وهنعملها مع بعض خطوة بخطوة. وبالنسبة للاكسسوارات، اول حاجة دي الحلقتين اللي انا هركب فيهم ايد الشنطة، وبرضو هستخدم هنا الجنشين دول، هنشوف مع بعض بالظبط هنستخدمهم ازاي. ده القفل اللي انا هركبه في الشنطة، برضو هنشوف برضو مع بعض هنركبه ازاي خطوة بخطوة. وده الابزيم اللي انا هركبه في ايد الشنطة، ودي الايد الاكسسوار. زي ما احنا شايفين انا هنا جبت قطعة الجلد الصغيرة اللي هي 7 سنتي وركبتها في الحلقة. طبعا انا لزقت الحرفين بالكلة وركبتهم في الحلقة، وهعمل فتحتين هنا فوق بعض، ونفس الكلام برضو في السفلي او في الجنب هعمل فتحتين فوق بعض. زي ما احنا شايفين انا جبت كده السنبك وهبتدي ان انا اخرم او اعمل الفتحات اللي احنا قلنا عليها. طبعا الفتحات دي هي اللي انا هثبت فيها قطعة الجلد دي في السفلي بالترامس، وهنشوف دلوقتي مع بعض هنركب الترامس ازاي. طبعا نفس الفتحات دي او نفس الخروم دي انا هعملها في السفلي او في الجنب التاني بتاع الشنطة. زي ما احنا شايفين دي الترامس اللي انا هبدأ اركبها عشان اثبت قطعة الجلد دي في جنب الشنطة. الجزء اللي احنا شايفينه ده اللي هو عامل زي العمود ده اللي هيتركب في ظهر الجلد. وهتلاقوني حاطالكوا لينك فوق دلوقتي هيظهر قدامكم على الشاشة عن طريقة تركيب الترامس بالتفصيل، نقدر نرجع للفيديو ده وهنعرف خطوات تركيب الترامس بكل سهولة. هنا انا هاخد الجزء التاني اللي هو عامل زي البومبي وهركبه في وش الجلد. ده السنبك اللي انا بدق بيه الترامس، هدق كده عليه دقتين جامدين. زي ما احنا شايفين كده ركب اهو بكل سهولة. هركب برضو التاني بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين انا كده ركبت خلاص الترامس. هركبها كمان في السفلي او في الجنب التاني. طبعا احنا ممكن يعني ما نركبش الترامس دي ونعمل بدلها خياطة، يعني تخيطي قطعة الجلد دي في السفلي او في الجنب بدل الترامس. دي حاجة ترجع لك، يعني دي على حسب ذوقك انتي او على حسب المتاح او المتوفر عندك.
هنا انا بدأت اجيب برجل العلام وفتحته على نص سنتي، وهبدأ ان انا اعلم الدوران كله او الاربع نواحي بتاعت السفلي او جنب الشنطة عشان خاطر الخياطة. نفس الكلام برضو في الجنب التاني. طبعا لازم فتحة البرجل بتاعتي تبقى مظبوطة على نص سنتي في اي قطعة بعلمها في الشنطة، عشان لما باجي اجمع الاجزاء دي واخيطها مع بعضها تبقى الاطراف بالظبط مظبوطة مع بعض، ما يبقاش فيه جزء مثلا اطول من جزء او اضطر ان انا اعمل اي تعديل في الشنطة بعد كده. هبدأ برضو بالبرجل اعلم الجلدة بتاعت الشنطة نفسها. زي ما احنا شايفين برضو البرجل على نص سنتي، وببدأ اعلم الاربع نواحي. هبدأ اجيب بقى الشوكة او السنبك اللي هو الست سنون، وهبتدي اخرم عشان الخياطة. زي ما احنا شايفين اما جيت في الدوران دقيت بالسنبك اللي هو الاتنين سن، عشان بس الخروم تطلع معايا مظبوطة في الدوران. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص خلصت الدوران، هبدأ اجيب الشوكة الست سنون او السنبك الست سنون وابدأ اكمل بيه. انا كده خلاص خلصت الجنب ده كله، هبدأ اجيب برضو الجنب التاني واخرمه. طبعا عشان ما اطولش عليكم انا كده خلاص يعني يعتبر خرمت الجنبين. هبدأ بقى اجيب الجلدة المستطيلة بتاعتي وهبتدي برضو ان انا اخرمها. طبعا زي ما احنا عارفين المقاسات دي احنا اللي بنحددها، انا بس بقول لكم المقاسات اللي انا اشتغلت عليها، لكن انتوا تقدروا ان انتوا تغيروا في المقاسات دي، يعني لو عايزين مثلا الشنطة تبقى حجمها اكبر سواء في العرض او في الطول تقدروا تزودوا طبعا، مفيش اي مشكلة خالص. بس نراعي برضو ان السفليه او الجنب بتاع الشنطة برضو هيزيد او هيقل في الحالة دي. كده خلاص انا دقيت الجنب الاول، هبتدي ادق الجنب التاني. هكمل بس الجنب التاني دوت وهرجع لكم. كده زي ما احنا شايفين انا كده خرمت خلاص قطعة الجلد. هجيب بقى الخيط وهبتدي اقيس مقاس الدوران بتاع الجنب كله، وطبعا المقاس اللي انا خدته ده هبتدي ان انا اضربه في 3 عشان بس يكمل معايا خياطة الجنب كله.
هنشوف كده مع بعض ازاي بقى هركب الجنب في الشنطة نفسها. عايزين نشوف بس انا بدأت خياطة منين وهكملها ازاي. زي ما احنا شايفين انا بخيط بالابرتين، الخياطة سهلة ما فيهاش اي مشكلة، وان شاء الله انا هعمل لكم فيديو منفصل عن الخياطة بإذن الله. طبعا انتوا كمان غير انكم ممكن تغيروا في المقاسات، ممكن تغيروا في الموديل نفسه او في تصميم الشنطة. يعني في ناس مثلا تحب تعمل جيوب، في ناس تحب ان هي تعملها كده زي ما انا عاملاها، حاجة سيمبل كده وبسيطة، لان حجم الشنطة صغير. دي برضو حاجة ترجع لكم انتوا على حسب ذوقكم. في ناس كانت بتسألني على نوع الجلد اللي انا بشتغل بيه. انتوا عارفين طبعا ان انا شغلي كله بالجلد الطبيعي، وقطعة الجلد اللي انا شغالة عليها دلوقتي دي بول اب. وزي ما اتفقنا، طول ما انا بعلم بالبرجل بتاعي العلام بتاعي مظبوط، والتخريم اللي انا بخرمه بيكون فوق العلامة بالظبط، او فوق الخط اللي انا رسماه بالظبط بالبرجل، كل ما الشنطة هتطلع معايا مظبوطة.
زي ما احنا شايفين انا خيطت كده الجزء ده، هكمل بس الجزء اللي باقي ده وارجع لكم تاني. كده خلاص انا خيطت كده الجزء الاولاني كله، هبتدي بقى اخيط الجنب التاني. شايفين كده انا في الجنب التاني بدأت خياطة منين. ان شاء الله لو مشينا بنفس الخطوات دي الشنطة هتطلع معانا مظبوطة. زي ما احنا شايفين كده انا بدأت من هنا وخيطت كده خلاص الجزء ده، هبتدي اكمل بس باقي الجنب وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص خلصت خياطة الجنبين، شايفين مظبوطين. الجزء ده كمان انا خيطته، وزي ما احنا شايفين القلاب انا عملت هنا دوران، وهبتدي اخيط الجزء ده كله. ده القفل اللي هركبه في القلاب. زي ما احنا شايفين في من ورا هنا مسمارين، هبتدي ان انا افكهم عشان اعرف اركبه. كده خلاص انا فكيت المسمارين وهبتدي ان انا اركبه في القلاب. طبعا انا بظبط ايدي بحيث ان هو يبقى في النص بالظبط. بعد ما ظبطته هبتدي بقى ان انا اربط المسامير مرة تانية. كده خلاص انا ربطتهم. هبتدي بقى ان انا اركب فيه الجزء التاني بتاع القفل. زي ما احنا شايفين في سنين كده في الجزء التاني اللي ركبته، السنين دول هبتدي ان انا اظبط القلاب كده في النص واضغط على السنين دول يعملوا لي بس علامة في الشنطة، عشان هفتح العلامتين دول بالقطر عشان هدخل فيهم السنون ديت وابتدي اثبتها. زي ما احنا شايفين انا فتحت كده بالقطر العلامتين اللي انا علمتهم بالسنون بتاعة القفل. طبعا الفتحتين دول ما بيكملوش يعني نص سنتي او اقل من نص سنتي كل فتحة. زي ما شفنا كده انا دخلت كده السنون في الفتحتين اللي انا عملتهم، وهبتدي ان انا اتني السنون دي في الجلد من جوه او في الشنطة من جوه، بس بتنيهم عكس بعض يعني مش بقفلهم على بعض، لا بيبقوا عكس بعض. كده خلاص احنا ركبنا القفل. دول القطعتين بتوع ايد الشنطة، ودي الجنشات اللي انا هركبهم فيها. هاخد كده اول قطعة وهركبها في الحلقة بتاعة الجنش، وهبتدي هلزق كده الجزء ده بالكلة، وهعمل هنا خرمين او فتحتين وهثبتها بالترامس. ونفس الكلام برضو في قطعة الجلد التانية برضو هركبها واثبت الحتة دي كده بالكلة الزقها، وهعمل نفس الفتحتين هنا برضو. هنا خلاص انا كده لزقتها وعملت خلاص الخرمين اللي هركب فيهم الترامس.
هنركبهم برضو بنفس الطريقة زي ما شفنا من شوية. طبعا هنا نفس الكلام، لو انا عايزة استغنى عن الترامس واخيط الجلدة دي اثبتها بالخياطة مفيش مشكلة خالص، دي حاجة ترجع لك. طبعا بالنسبة للطول بتاع ايد الشنطة، انا قلت لكم ان القطعة الطويلة طولها 33 سنتي والقطعة القصيرة 23 سنتي. بالنسبة بقى لعرض الايد، يعني انت اللي بتحدديه، انت عايزة مثلا الايد تبقى رفيعة كده زي ما انا عاملاها، دي اقل من 2 سنتي، يعني حوالي 2 سنتي الا ربع. ممكن اعملها اعرض، ممكن اعملها ارفع، دي حاجة ترجع لي انا. وكمان على حسب الجنش اللي انا مستخدماه، يعني انا الجنش اللي انا مستخدماه ده العرض الحلقة بتاعته بيكون 2 سنتي، فقطعة الجلد يعني بحاول اقطعها اقل من 2 سنتي بكام ملي كده عشان تدخل بس في الحلقة بتاعة الجنش مستريحة. طبعا انتي بتجيبي الجنش بتاعك على حسب المقاس الايد اللي انتي هتعمليها، او لو انتي عندك الجنش موجود وما فيش غيره خلاص يبقى انتي بتلتزمي بالعرض بتاع الايد الشنطة على حسب حجم الحلقة بتاعة الجنش. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص ركبت الترامس. الخطوة اللي جاية هبدأ اركب الابزيم. هجيب قطعة الجلد القصيرة اللي هي 23 سنتي، هعمل فيها هنا خرم عشان اركب فيه الابزيم. نحاول بس نشوف مع بعض او نركز ركبناه ازاي. هبتدي ادخل لسان الابزيم في الفتحة او في الخرم اللي انا عملته. وبعد كده هتني حروف الجلد على بعضها زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي اجيب الكلة وهلزق الجزء ده كده في قطعة الجلد هثبته. وهعمل هنا فتحتين عشان اركب فيها برضو الترامس. هنا انا عملت كده خلاص الفتحتين، وهنبدأ نركب مع بعض الترامس. كده انا خلاص ركبت الابزيم. هنا انا هاخد الجزء التاني من ايد الشنطة اللي هو الجزء الطويل، هعمل فيه هنا 4 فتحات او 4 خروم عشان اركب فيها الابزيم واقدر اطول او اقصر ايد الشنطة. كده انا جبت السنبك وهبدأ اعمل ال4 خروم اللي قلنا عليهم. بعد ما خلصنا هبدأ اركب كل جنش في حلقة من الحلقتين اللي موجودين في جنب الشنطة. وهبدأ ان انا اقفل الابزيم. طبعا بالنسبة لإيد الشنطة الجلد او الاكسسوار دي كلها مسألة اذواق، يعني انت ممكن تستغني عن الايد الاكسسوار وتستكفي بس بالايد الجلد، او العكس مفيش اي مشكلة خالص. وبالنسبة للايد الجلد لو انت عايزة تطوليها عن كده مفيش مشكلة، تقدري تطوليها زي ما انت عايزة.
زي ما احنا شايفين احنا كده خلاص خلصنا الشنطة بتاعتنا. سهلة وبسيطة وما خدتش معانا وقت كبير. يا رب تكون الشنطة عجبتكم والفيديو كان مفيد ليكم. لو أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة.